سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. فوالا اليوم حبيت نبارطاجي معكم بيتزا كاري بصوص بلونش. للامانه هاد الوصفه منقوله، وصفه غانو كويزين الهبال تاع الدنيا. انا هاد الانسان بزاف يعجبني، وصفاته يعجبوني، نتبعهم ومن داك نعاودهم. فوالا. واليوم حبيت نعاود بيتزا كاري تاعو بصوص بلونش. يعني انا زدت لها شويه اضافات، ولكن الوصفه ديالو شوفوا جات وصفه هايله وجات طريه، واحد لاباط خفيفه. باذن الله هاد لاباط راني رايحه نولي نعتمدها. شكرا غانو كويزين، ان شاء الله ربي يوفقك من هذا المنبر. هيا حنايا ندوزو مع بعض ونشوفوا واش نحتاجو في هاد الوصفه. هنا في ريسيبيون درت كاس تاع الحليب يكون دافي. انا الكاس هنا المستعمل يرفد 220 مليلتر. عندي مغرف كبيره تاع سكر، مغرف كبيره تاع خميره الخبز. راني رايحه نضيف عليهم نص كاس تاع الزيت، هو دار 4 كاس. وراني رايحه نضيف عليهم صفار حبه بيض والملح طبعا حسب الذوق. فوالا. رايحه نخلط كامل هاد المكونات هكايا بالفوي. يعني راني رايحه نخلطهم خلطه خفيفه. هاد العجينه ما ندلكوها ما والو، يعني هايله تمتم نوجدوها. هنا نبدا نضيف في الفارينه ونخلطها جيدا بالفوي، يعني حتى تندمج لي مع بعضها، تدخل بيان في هذوك السوائل ويتنحاو لها كامل هذوك الحبيبات بهذا الشكل هكايا. وهنا راني رايحه نبقى نضيف في الفارينه ونخلي القوام تاعها خفيف شويه كيما تاع الخفاف، ونبدا نضربو بلا سباتول. شوفوا هاد العمليه ديروها واحد 2 دقائق وانتم تخبطوا فيها هكا، دخلوا لها الهواء بلا سباتول. يعني رايحين نتفاداو كامل العجن تاعها، ما رانيش رايحه كامل نعجنها هكذا. هاي ليك ومن بعد كي خبطتها شويه هنا راني رايحه نبدا نضيف الفارينه بالتدريج حتى نلحق القوام اللي نوريه لكم دوكا. هو يبسها شويه ولكن انا خليتها تتلاصق. هاي ليك نخلو العجينه تتلاصق شويه، راني رايحه نغطيها ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها ونجوزو نحضروا الحشو. هنايا واش نسحق للحشو، عندي مقله درت فيها شويه زيت. هنا عندي حوالي صدر تاع الدجاج راني رايحه نبدا نتبلو. درت له شويه ملح، شويه فلفل كحل وشويه كوري. هذا ما كان، يعني مانيش رايحه نضيف بزاف الاضافات. هنا عندي 2 سنينات تاع الثوم، هو دار الثوم بودره انا ما كانش عندي عفوا. الوغ درت سنينات تاع الثوم، سكرفشت 2 سنينات. وهذه المعدنوس اختياري انا اللي حبيت نديرو. فوالا نخلط بيان هاد المكونات. كي يتقلى شويه الدجاج راني رايحه نضيف له الشامبينيون ونخلوها طيب. هنايا اوتر طون عفوا راني رايحه نوجد الكريمه تاعي. هنا حكمت كريمه طازجه، حكمت 2 كيسان تاع لا كريم فريش، درت لها شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه تابل تاع الجبن، وقطعت لها وحده جبن تاع مربعات. وهنا كلمسه اختياريه انا درت هذه لاصوص تاع الكغيير بزاف بنينه. هذه انا اللي درت، هاد قلت لكم راني درت فيها شويه اضافات. فوالا درت هاد لاصوص تاع الكغيير، رايحه نحطها على النار تسخن شويه برك ونحطوها جانبا. هنا نولوا العجينه تاعنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها. فوالا نديغازيها ونحطها فوق سطح العمل. هو خرجت له هاد الكميه، خرجت له خبزه وحده، ولكن انا خرجت لي 2 خبيزات باسكو هو سنيوته كبيره، انا سنيوه تاعي صغيره. فوالا انا خرجت لي 2 خبزات بيتزا. نقطعها على 2 ونحلوها عادي. توجور نعاونو روحنا بشويه تاع الفارينه. كيما قلت لكم العجينه راهي طريه وتلصق. فوالا نعاونو روحنا بالفارينه ونحلو العجينه تاعنا عادي. نحلوها سمك رقيق، ما نحلوهاش خشينه، يعني نرققوها قد ما نقدروا. فوالا. اللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك وتفعل زر الجرس باش يلحقوا لها كامل الوصفات ديالي، وجام وابوني. ماذا بيا هذاك الجام تاعكم هو اللي يطلع لي نسبه المشاهده فضلا وليس امرا. هنا بعد ما حليت العجينه ديالي نجيب لو بلاطو اللي كنت دهنته بشويه زيت وغبرته بالفارينه. راني رايحه نحط هكا العجينه تاعي نسقمها جيدا، نطلع لها بيان هذوك لي كوتي.
ونحي لها كامل الزوائد. في هذه المرحله هنا مانيش رايحه نثقبها، رايحه نخدم عليها مباشره، مانيش حبتها تجيني رقيقه، يعني حبتها تجيني عاليه شويه. هنا درت لها كامل هذيك الكريمه الطازجه، ودوك راني رايحه ندير هذاك الحشو اللي طاب تاع الدجاج والشامبينيون. فوالا. ومن بعد كي نكمل هكا نديرو كامل الكميه تاع الدجاج بالشامبينيون، رايحه ندير لها كميه تاع زيتون ايفيلي، وندير لها الجبن المبشور وندخلوها طيب. هنا درت غير شويه جبن مبشور باش برك يطلق لي البنه، ومن بعد كي نشعلها من الفوق طبعا راني رايحه نزيد لها الجبن المبشور. فوالا نزيد لها رشه خفيفه قلت لكم تاع جبن مبشور ورشه خفيفه تاع معدنوس، وندخلو البيتزا تاعنا طيب هكذا هكذا رشه المعدنوس وندخلوها طيب. هنا في هذه الاثناء الفور تاعي راهو حوالي الساعه من قبل ويسخن، باسكو لا كويزينيير والبيتزا لازم تكون كوشه سخونه. هاي لك هنا بعد ما طابت البيتزا ديالي، هذه لمسه اضافيه درت لها شويه زيت الزيتون كامل على الحواف تاعها، هذه لمسه اختياريه. ندهنها كامل بالزيت ونقطعها الى مربعات، ونشوفوا الشكل النهائي تاع البيتزا كاري تاعنا في صحن التقديم. فوالا حبيباتي، هاي ليك البيتزا تاعي راهي واجده في صحن التقديم. شوفوا كاش جات، جات خفيفه، دات هذيك التحميره الشابه من التحت، والعجينه تاعها روعه روعه روعه، والله غير عجينه هايله. نتمنى تجربوها حبيباتي وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقى في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.